وها هو التميس يا شباب، ده التميس او الخبز الافغاني المميز الخطير جدا اللي ممكن تفطر بيه هنا في السعودية او في دول الخليج بشكل عام. الصبح كان يوم الجمعة وصحيت بدري كده يعني، وحبيت ان انا اكل تميس. بصراحة بحب الاكل ده جدا يعني. انا فاكر اول ما جيت السعودية اول مرة، في تاني يوم رحنا الشغل بقى وهنشتغل في الشركة، الشباب كانوا هيجيبوا فطار احتفاء بينا يعني. طب نفطر ايه، نجيب ايه؟ فقالوا تميس وعدس. طبعا انا كنت مستغرب جدا، ازاي عدس يعني؟ وتمر الايام ويصبح التميس والعدس ده من اكلاتي المفضله على الفطار الصبح، وخصوصا مع العيش المغري زي اللي انتم شايفينه جوه الفرن ده. بينفخ كده وبيبقى عنده كده يعني مقرمش، وطعمه جميل جدا فوق ما تتخيلوا يعني. ممكن يتاكل حاف لوحده بدون اي حاجه يعني. ولكن طبعا لو انت عندك تعب في المعده زي حالتي بدات تتعبك كده، بيبقى في بعد تبعات يعني لاكل العدس ديت. ولكن الاغراء بيكون صعب بصراحه. الفرن زي ما انتم شايفين كده بيلزق العجين او العيش جوه سقف الفرن اهو، شايفين؟ والعيش بيبدا اهوت يبدا كده يتنفخ ويبدا يستوي وبيطلع. هيطلع دلوقتي تشوفوه حاجه مغريه جدا جدا جدا. طبعا في نوع تاني ممكن يكون محشي جبنه، يعني يحطوا جواه جبنه. انا كنت طالب واحد عادي، واحد بالجبنه. هتشوفوه دلوقتي طلعه. وفي كمان بيتعمل بالزعتر، انك ممكن تحط عليه زعتر، زيت زيتون اهو. ما شاء الله ما شاء الله، حاجه يعني شايفين الجمال؟ ما شاء الله تبارك الله. شيء مغري جدا جدا، وريحته بقى ما اقولكوش يعني. هيجي بتاع الجبنه كمان شويه دلوقتي يطلع كمان. في بقى بالزعتر كمان، تحط عليه زعتر بزيت الزيتون، وممكن يكون جواه جبنه كمان يعني تميز جبنه بالزعتر. وفي بياخدوه بالسكر والسمنه يعني. في تشكيله كده، في انواع يعني. انا ما جربتش بصراحه بتاع السكر والسمنه ده، انا بفضل بالجبنه او الجبنه وزعتر، او الساده ده اللي ممكن تاكله مع العدس. حاجه يعني ما اقولكش. طبعا الفيديو ده فيديو قصير جدا، بس حبيت ان انا اوريكم التمييز ده يعني. في ناس كانت بتسمع عنه او ما شافتوش، تشوفوا التمييز ده. اللي بالجبنه بقى هيقطعوا لي دلوقتي اربع علشان تعرف تاكله كده، تطبقه وتاكله مع كوبايه الشاي. شيء ما اقولكش يعني. ده فيديو سريع كده، اتمنى يعجبكم، وان شاء الله يكون في فيديوهات تانية فيها تغطيات لحاجات مختلفه بعون الله. شكرا. السلام عليكم.